السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات سفارة العميد. كأس العالم شغال 2022 بقطر، وحاجة يعني تخليك مش عاوز تتفرج على كورة في مصر تاني، مع احترامي للدوري المصري. ولكن اللي بنشوفه في قطر، وخاصة كون ان كأس العالم يتلعب في شهر 11 غير المعتاد، كان بيتلعب زي ما انتم عارفين في شهر 6. فشهر 6 ده كانت اللعيبة بتروح كأس العالم معظمها يا منهك عشان بيبقى الموسم لسه خلصان في 5، يا اما لسه ما جهزتش كمنتخبات، مثلا ما عندهاش محترفين، ويبقى الموسم خلصان من شهر 5 برضه وفترة اعداد. فكون اللي هو يتلعب في التوقيت ده اللي هو شهر نوفمبر دوت، عشان خاطر طبعا درجة الحرارة في قطر في الصيف ما كانش ينفع تلعب فيها. فمخليه الفرق كلها رايحه فايقه، رايحه جاهزه. اللعيبه كلها اللي بتلعب كاس العالم معظمهم في الدوريات بتاعتهم ما بين الاسبوع السابع، ما بين الاسبوع الثامن، ما بين الاسبوع العاشر. فجايين يعني عاوز اقول لكم اللي هم فت بالبلدي كده، اللعيبه كلها جايه بدنيا وفنيا جاهزين. فعشان كده كاس العالم من اول مباراه بسم الله ما شاء الله تحس ان انت في الادوار النهائيه من دور الثمانيه. فمتعه ما بعدها متعه في كاس العالم. لكن مضطرين طبعا، يعني انا كان ليا رايي الشخصي ان انا ما كنت وقفت كل المسابقات ما عدا الممتاز به. كان ممتاز به كان هو اللي كان المفروض يبقى هو اللي يشتغل فقط، وكان ممكن نلقي نظره عليه، وكانت ممكن القنوات ممكن تذيع منه مباريات، وكان ممكن بتوع منتخب مصر مثلا اللي يروحوا يتفرجوا على المباريات لعل وعسى يجيبوا لنا مواهب زي ما كانوا بيجيبوا لنا ايام رحمه الله عليه محمود الجوهري، لما جابوا لنا هشام عبد الرسول من المنيا، وجابوا لنا احمد الكاس من الاولمبي كان في الممتاز به. فكان رايي الشخصي ان احنا في كاس العالم زي ده كنا نوفر كل حاجه ونوقف كل المسابقات ما عدا الممتاز به، وكنا نركز في كاس العالم. لكن مضطرين طبعا عشان خاطر ازمه كورونا زي ما انتم عارفين اللي احنا اتكلمنا عليها من سنتين، هي لغايه دلوقتي اللي مخليانا لا عارفين نروح كاس العالم، والفرق كلها تلاحم المواسم. فمضطرين ان احنا نلعب باذن من الاتحاد الدولي، نلعب كم مباراه في الدوري وكم مباراه في الكاس على اساس نلحق نخلص الموسم الجديد. معانا النهارده الحلقه ان شاء الله مش هتبقى طويله. معانا النهارده مباراه الزمالك والمصري اللي لسه منتهيه منذ ساعات في دور الثمانيه في كاس مصر النسخه الماضيه النسخه بتاعت 2021 2022. ومعانا طبعا الناس بعتوا لي فيديو لمباراه في الممتاز به، كان كده حاله جدليه في منطقه الجزاء بين المنصوره وبروكسي، وهنلقي نظره على التعيينات بتاعه الممتاز به طبعا، لان طبعا الدوري الممتاز واقف. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني هناخد اول حاجه عندنا النهارده مباراه الزمالك والمصري لسه منتهيه منذ ساعات. انا بس قبل ما اتكلم في الزمالك والمصري، عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك او تشير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس ممكن تتفرج عليه. ولو مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه، ده فضلا منك وليس امرا مني. طبعا اللي كان بيدير المباراه عبد العزيز السيد من منطقه القاهره، ومعاه مساعد اول احمد حسام طه، ومعاه مساعد تاني شريف عبد الله، ومعاه على تقنيه الفار الكابتن احمد الغندور، والاي فار يوسف البساطي. وطبعا الطاقم كله دولي ما عدا عبد العزيز السيد وما عدا شريف عبد الله. انا هسيبكم بقى من المباراه كلها بالاخطاء والحاجات دي كلها والانذارات. بالنسبه للاخطاء عبد العزيز السيد كان قدم مباراه طيبه، على الرغم ان انا في شويه حاجات كده احنا قلنا نرفع مستوى الخطا، فكان بيتطبق في حاجات معينه وحاجات تانية كان يعني زي ما بيقولوا ايه الميزان ما كانش واحد. ولكن في المجمل عبد العزيز السيد قدم مباراه طيبه، انذاراته كلها سليمه، سواء انذارات للتهور او هجمه واعده وفي نفس الوقت ادى برده مساحه للالتحامات. ولكن زي ما قلت لكم انا في بعض الالعاب كده ما كانش موفق فيها من ناحيه ايه اللي هي ايه ادى فرصه للالتحامات. انما هنركز على الهدف الملغي لنادي الزمالك في الشوط الاول، كان في الدقيقه على ما اظن 44. هدف ملغي لنادي الزمالك بحجه التسلل. هنتكلم على الهدف الملغي دوت واتلغى ازاي، وهنتكلم على يعني في احد القنوات الفضائيه احد المحللين الكبار طلع قال لك لا
الهدف تسلل صحيح. لا، انا ليا وجهة نظر، طبعا بنحترم كل وجهات النظر، ولكن بالمنطق وبالصور اللي قدامنا هنقول حاجة. مبدئيا كده الفار اخطأ ان هو عمل الخطوط التسلل على اللعبة الاولى. احنا عندنا لعبتين، عاوزكم تركزوا معايا. عندنا لعبتين قبل ما نتفرج على اي صور. عندنا لعبتين، لعبة التصويبة الاولانية من خارج منطقة الجزاء ولمسها على ما اظن امام عاشور ودخلت هدف، دي لقطة اللي الفار اخذ عليها الخطوط، دي اول لقطة. دي بالنسبة لو هي كده زي ما هي كده يبقى فعلا اللاعب في موقف تسلل، وبالتالي الغاء الهدف كان موفق من قبل الفار. ولكن اللقطة الثانية عايزين نقولها، ان حسام عبد المجيد لمس الكورة او لعب الكورة بعد التصويبة من خارج منطقة الجزاء. حسام عبد المجيد اللي هو كان في وسط اللعيبة اللي هنشوفه في الصورة لعب الكورة، وبالتالي دي لعبة جديدة. بناء على اللعبة الجديدة بتاعت حسام عبد المجيد كان لابد من الفار ان هو يحسب اذا كان في تسلل او غير تسلل على اللعبة الثانية مش على اللعبة الاولى. تاني قبل ما اعرض الصور او اللي معايا عشان الناس تبقى واضحة. مبدئيا كده كان في تصويبة من خارج منطقة الجزاء على ما اظن من احمد سيد زيزو، ديت لو حسام عبد المجيد ما كانش لمسها كان تقنية الفار صح والخطوط اللي عاملها صح طبقا لتصويبة من بره منطقة الجزاء. ولكن هناك لعبة جديدة من حسام عبد المجيد لعبها، وبعد كده امام عاشور راح لعبها بكعب رجله اللي هي احرزت هدف. دي تعتبر لعبة جديدة، فاذا الفار اخطأ ان هو وضع الخطوط على اللعبة الاولى اللي هي تصويبة من خارج منطقة الجزاء. تمام كده؟ احنا اتكلمنا كده. نيجي بعد كده بقى ناخد الصور. عندنا صورة اولى اللي هي من خارج منطقة الجزاء، التصويبة الاولانية ديت. هنشوف الصورة معانا اهي، تصويبة من خارج منطقة الجزاء على الوضع اللي احنا فيه دوت، وعلى الفار اللي هو خد الخطوط عليها دي اللاعب زمالك في موقف تسلل، وبالتالي يتم الغاء الهدف. خلاص كده، دي الصورة اللي قدامنا دي اللعبة الأولى اللي هي التصويبة لو قلناها اللي هي راحت دايركت لإمام عاشور وحط فيها رجليه ودخلت هدف، دي يبقى اللاعب في موقف تسلل. خلاص؟ طيب هل هي دي اللعبة اللي حصل؟ لا، إنما في إيه؟ في لعبة جديدة من حسام عبد المجيد، وهي في طريقة لمس حسام عبد المجيد، وبالتالي دي لعبة جديدة. إذا كل ما قبله يتلغي. يبدأ امتى بقى اعمل الخطوط بتاعت التسلل؟ ابدأ اعمل خطوط، ودي اللي اخطأ فيها تقنية الفار بقيادة احمد الغندور ويوسف البساط اللي انا بلوم عليه، لانك انت مساعد دولي، انت المفروض انت اللي تبقى واخد بالك. هما ما خدوش بالهم ان في لعبة تاني من حسام عبد المجيد. اذا الخطوط كانت مفترض انها لما تيجي تعمل خطوط عشان تظبط التسلل كانت تتعمل على اللعبة التانية وهي لعبة حسام عبد المجيد. الصورة معانا هي بتاعت حسام عبد المجيد، اللمسه دي بقى دي يعتبر دي اللعبه الجديده بعد التصويبه الاولانيه، دي اللعبه الجديده. ادي حسام عبد المجيد، حتى لو تلاحظوا في 3 لعيبه، واحد قدامه وواحد وراه وواحد جنبه، ال3 بيبصوا على حسام عبد المجيد. ده دليل على انه هو لاعب الكوره، يبقى دي لعبه جديده. طبقا لو حسام عبد المجيد وهو فعلا في الاعاده بينت اللي هو لاعب الكوره، اذا دي لعبه ثانيه. اذا اللاعب اللي احرز الهدف اللي هو امام عاشور لمسها زي ما انتم شايفين في الصوره، قدامه اون سايد مش اوف سايد، او مش في موقف تسلل، لا كده لاعب المصري مغطي التسلل، وبالتالي هدف صحيح اتلغى لنادي الزمالك. تاني طبقا للصوره اللي قدامنا، دي لعبه جديده مش اللعبه الاولانيه. يعني الفار كان مفترض اللي هو يعمل خطوط التسلل على اللعبه الثانيه دي اللي هي بين حسام عبد المجيد وامام عاشور. طبقا للصوره اللي قدامنا ديت لاعب الزمالك مش اوف سايد او مش في موقف التسلل، ولاعب المصري مغطيه، وبالتالي هدف صحيح لم يحتسب لنادي الزمالك. تمام؟ طبعا انا مش بلوم على المساعد الثاني، على فكره شريف عبد الله من احسن المساعدين في مصر، يعني عاوز اقول في مستوى الدوليين، وعاوز اقول انه ممكن كمان يتفوق على الدوليين. انما انا بشيد بصراحه، وقلتها قبل كده، عندنا مستوى المساعدين في مصر هايل. فدي لعبه مركبه وصعبه جدا على شريف عبد الله. سيبنا المساعد، فانا بقول لكم هدف صحيح ملغي لنادي الزمالك. طب في احد القنوات الفضائيه طلع احد المحللين الكبار قال لك لا تسلل
وظهر ظهر اللعيب ورا مش لا يا جماعه، لو انتوا لاحظتوا، لو جبتوا الفيديو ده وتنزلتوه بتاع، هتلاقوا في اخر كلامه خالص مع وضع الخطوط، اخر كلامه خالص وهم بيعيدوا، هتلاقوا ان اول ما حسام عبد المجيد لعب الكوره لعيب نادي الزمالك اتغطى. شوفوها، وانا بحترم وجهات النظر، ولكن انا بقول ما زلت على الراي في بعض يعني البرامج موجهه، مش الفرقه دي كسبت خلاص طلع الهدف بقى اوف سايد، او طلع ركله جزاء بشكل جزاء، مش عايزين مشاكل، مش عايزين فتنه، مش عايزين اثاره تعصب، مش عايزين تعصب، الكلام ده كله. انا وجهه نظري لو الفرقه، لو الزمالك ديت كان طلع مهزوم او بتاع، كان قال لك الزمالك له هدف صحيح ملغي ومش عارف ايه والكلام ده كله. انما عشان انا بقول ان في حاجات بتوجه، يا عم خلاص مش الفرقه دي كسبت خلاص، طلع الهدف ده تسلل، او طلع ركله الجزاء دي غير صحيحه وهي ما تبقاش صحيحه ويطلعوها صحيحه، عشان خاطر مش عاوزين كلام كتير. ودي طبعا انا دي وجهه نظري الشخصيه، وده غير مقبول تماما وعلى الاطلاق. وبناشد ان احنا دلوقتي التكتيك بقى عالي جدا جدا، تحركات اللعيبه بقت سريعه جدا وقويه جدا. انا بطالب بتقنيه الفار الجديده اللي هي الكمبيوتر بقى، ما فيش بقى خطوط ولا في الحبر ولا في هات المنقله والمثلث وخد الخطوط والكلام ده كله. خلاص اللعبه بتخش على الكمبيوتر بيطلع لك اللاعب تسلل، وهنشوف صوره اهي دلوقتي، يعني صوره من التسلل بتاع كاس العالم في قطر، الصوره معانا اهو. بتخش اللعبه في ثواني اهو، بص، بالركبه، بالصابع، بالمؤاخذه بالكتف، خلاص خلص الكلام. وايه، مفيش ثواني وبتطلع. احنا عندنا الاعاده بتاعت هدف نادي الزمالك ما جاتش بعد الشوط الاولاني، ده جت في مش عارف بعد نص ساعه، هوب يلا ما تلحقش انت مين مع مين، ولا انا فين، انا الشوط الاولاني ولا الشوط الثاني، هوب بتعاد كده، لا عرفنا حل. ما ينفعش يا جماعه. الفار ده وتقنيه الفار جاءت لتحقيق العداله، نمره واحد. نمره اتنين، عشان خاطر متعه الجماهير، عشان انا بقى قاعد بتفرج في ثواني كده، زي بره في الدوريات الاوروبيه، مش كاس عالم بس، الاعاده بتيجي على طول في ثواني، ببقى قاعد مستريح. خلاص ده هدف الملغي، هدف فعلا تسلل. ركله جزاء ملغيه، دي مش ركله جزاء، ركله جزاء صحيحه والحكم راح لا يا عم مش ركله جزاء، الحكم راح لا خلاص خلص الكلام. فانا بطالب ان احنا دوله كبيره، دوري كبير، عندنا كل الامكانيات، ابعت بقى اجيب بقى كاميرات بقى، وابعت اجيب التقنيه الجديده، عشان خاطر يا جماعه احنا لسه في البدايه. الماتشات والتكتيك بقى عالي جدا، والتحركات اللعيبه بتاعت بقت قويه وسريعه، فلازم نطور من نفسنا عشان ما نعملش مشاكل. دي كانت مباراه الزمالك والمصري. الحمد لله ان يعني مش بقول ان الحمد لله ان الزمالك كسب، بس الحمد لله ان المباراه عدت مباراه الامان. ولكن انا وجهه نظري الشخصيه ان في هدف ملغي سليم 100% نادي الزمالك لم يحتسب. هنيجي بعد كده لمباراه المنصوره وبروكسي. معانا فيديو كانوا بيطالبوا بتوع المنصوره بركله جزاء، الفيديو قدامنا اهو. لا انا عاوزكم تشوفوا تمركز الحكم. على فكره الحكم ده محمد العتباني، من الحكام المتميزين جدا، الحكام اللي قادمين بقوه. عوده حميده بنقول له فعلا تمركزه اكثر من رائع، واللعبه ما فيهاش اي حاجه، وراكب اللعبه زي ما بيقولوا بالبلدي، ما فيهاش اي حاجه. لاعب المنصوره حب اللي هو يعني هي ما فيش تلامس اصلا، بس حب يعني يعمل اي حاجه يدل على انه يعني اللعيب دخل عليه بطهاره. ولكن برافو شابوه لمحمد العتباني، ادى سماح باستمرار اللعب، وركله الجزاء ما فيهاش اي ريحه ركله الجزاء، فبرافو محمد العتباني. دي كانت مباراه المنصوره وبروكسي. هنيجي بعد كده على بعض التعيينات. احنا بس مش هنتكلم، احنا يعني مش هنتكلم على التعيين غير ان الدنيا بدات تمشي. يعني حكام زي مثلا عماد عطا من منطقه بني سويف، ده لعب الاسبوع اللي فات ممتاز بيه، كان على ما اظن المنيا وكيما اسوان، على ما اظن المباراه ممتاز بيه. وجات لنا خبر ان هو عمل مباراه عاليه، دي المباراه الثانيه في السبع اسابيع. يعني الحكم ماشي بخطى ثابته، ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت. قلنا الحكام اللي بتتالق وبتنجح نديها، زي ما بنعمل في حكام الدوري الممتاز. الحكام الممتاز بيه برضو لو
عمل ماتشات كويسه نبدا نديله برده تاني طالما بينجح المباراه وبينجح. فدي كان مباراه برده. بنقول للتعيينات ان عماد عطا ماشي كويس، بنقول لمحمد عتباني راجع بقوه، بنقول لمحمد طارق بتاع اسكندريه ماشي برده بخطى ثابته. في حكام تالقت وخدوا احسن حكام في الاسبوع الثاني والثالث. بنطالب برده اللجنه يبقى نظر ليهم كمكافاه، الناس اللي بتعمل ماتشات كويسه نديها ماتشات ثانيه. فدي بالنسبه للتعيينات. طبعا في سلبيه او في حاجه مش مقبوله ان في مناطق معينه زي مثلا منطقه اسكندريه اللهم اجعله عامر. منطقه اسكندريه اللهم اجعله عامر. طبعا منطقه اسكندريه فيها حكام كتيره قوي كويسه جدا جدا، بس ده غير مقبول لنا. كل اسبوع الناس اللي بتشتكي كل اسبوع بص الاقي 5 حكام او 4 حكام كل اسبوع في ممتاز به، فطبعا غير مقبول طبعا. وحكام تانية قاعده ما بتحكمش. برضو في منطقه الصعيد تفضيل لبعض المناطق في الصعيد على مناطق اخرى. طبعا برضو احنا طبعا حكام الصعيد كان حقهم مهضوم في السنين اللي فاتت دول، فكنا بنطالب ان احنا ننظر ليهم، ولكن يبقى في عداله برضو في التوزيع، يعني ما بقاش مناطق على حساب مناطق. زي اسكندريه برضو يعني غير مقبول ان كل اسبوع يعني الناس تقول لك اللهم اجعله عامر وحطوا تحت اللهم اجعله عامر دي مليون خط. غير مقبول طبعا. والناس بدات تتكلم وتقول يعني مش كل اسبوع، يعني ممكن مثلا اطلع الاسبوع ده مثلا 5 حكام طبعا مع 5 اطقم، الاسبوع اللي بعد منه اطلع طقمين عشان اقدر يبقى في عداله في توزيع المباريات للمناطق الثانيه. في حلقه يا جماعه هعملها منفرده، مش هتكلم على ماتشات ولكن هتكلم على سياسه مارك كلاتنبرج او المشروع بتاع مارك كلاتنبرج اللي الاتحاد قايل له عليه بنسبه 80%. انا عرفت كواليس كتيره قوي 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 من مصادر موثوق فيها، ان طبعا عشان ما حدش يعني معلش برضو انا بهاجم وبقول، بس انا برضو لما بعرف ان في حاجه عايز اقول لكم ان مثلا كابتن تامر در وكابتن احمد ابو العيله بيعملوا معاه بيشتغلوا بكل امانه مع الراجل وبينفذوا السياسه اللي هو عاوز يعملها وبيدوا له الداتا المعقوله. وفي نفس الوقت في حاجات معينه كده طبعا لان هو ما يعرفش كواليس الدوري المصري، ما يعرفش اجواء المصريه، فبالتالي في حاجات معينه بيتدخلوا بيها في الوقت المناسب عشان يعرضوها عليه، عشان برضو هم عارفين بالكواليس والاجواء. زي ما قلت لكم انا هم في ايديهم حاجات كتير، فاحنا بنديهم كل الثقه وكل الدعم، وبنقول ان كابتن تامر دور وكابتن احمد ابو العيله اخواتنا الكبار وبنتمنى لهم التوفيق. احنا بس لو في الحاجات حته التعيينات دي بنقولها، ولكن يعني زي ما قلت لكم الراجل بينفذ مشروع او سياسه الاتحاد عاوزها. دي هنعملها في حلقه منفرده وهنتكلم فيها بنسبه 80%. ده اللي هيتم الفتره الجايه عشان كل الناس تبقى عامله حسابهم النظام هيبقى ماشي ازاي الفتره اللي جايه ديت. تابعوني في الحلقات الجايه دي، هعمل حلقه منفصله على المشروع بتاع مارك كلاتنبرج اللي عاوز يعمله، واللي الاتحاد مديله توصيه زي الاتحاد لما يجيب مدير فني للفريق القومي بيقول له انت الاهداف المطلوبه منك اللي انت توصل كاس الامم وتنافس عليها ونوصل كاس العالم في ال4 سنين دول. برضو مارك كلاتنبرج لما جه وقعد مع الناس قالوا له احنا في حاجات مشروع معين عايزينك انت تعمله وبتاع، ومعاك الناس هتساعدك وتديك الداتا اللي انت عاوزها، بس تعمل لنا المشروع دوت. المشروع ده يا جماعه انا هقوله ان شاء الله في حلقه منفرده قريب جدا في القريب العاجل، بعد ما زي ما بيقولوا ببقى واخد فكره عامه، عشان انا بحب اجيب او اتكلم بمصداقيه وشفافيه. فضلا منكم وليس امرا مني، اللي مش مشترك في القناه يفعل زر الجرس ليصل كل جديد من صفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.